الفترة الأخيرة السكوتر الجيت 14 حصل عليه تحديثات كبيرة جدا، واللي ما يعرفش السكوتر جيت 14 يبقى ما يعرفش السكوترات. واحد من أقوى السكوترات اللي مبيعا عندنا هنا، وطالع بقاله حوالي 7 8 سنين. تعال نشوف التحديثات ونشوف سعره، هل إن هو النهارده ينافس وينفع تشتريه ولا لا. يا مساء الفل متابعين قناة الأخبار. الاس واي ام جيت 14 واحد من اقوى السكوترات المبيعا في السوق. السكوتر ده ظهر 2017 بنسختين، نسخه كاربيراتير ونسخه انجكشن، والانجكشن بتيجي باي بي اس، وكان ساعتها من اوائل الاصدارات السكوترات الاقتصاديه ال 200 سي سي اللي بتنزل باي بي اس. السكوتر ده حصل عليه بعض التعديلات، ودي تاني مره يحصل عليه بعض التعديلات ل 2025. فخلينا ناخد لكم القصه من الاول. السكوتر ده كان الاول بيجي ب 200 سي سي كاربيراتير او انجكشن. جنوط الاماميه 14، ديسك واحد امامي وديسك واحد خلفي، اثنين مساعد خلفي واثنين مساعد امامي. المنظومه الافضل من اس واي ام، وطبعا اس واي ام شركه تايوانيه قطع غيرها في كل مكان وكل سوبر ماركت زي ما بيقولوا. حصل عليه حبه تعديلات في فتره ما، ان هم ضافوا تشغيل بصمه، والعدادات بتاعته بقت عدادات شاشه ال سي دي زي ما انتم شايفين كده، شكلها لطيف حلو. التحديثات 2025 ضافوا الاضاءه دي، والاضاءه دي بصراحه اضاءه مميزه جدا، نقلت شكل سكوتر في حته تانية. ليه؟ لان هم حطوا هنا نموش نهاريه هتبقى شكلها حلو جدا وهتخليك واضح. واهم حاجه اللينس الموجوده هنا دي، هي نادره شويه في الفئه دي. اللينس ده بيركز اضاءه ليد في مكان معين، ما بيشتتهاش، فبيديك افضل اداء من الاضاءه. حاجه تانية ضافوها وهو التوب بوكس الخلفي. ده توب بوكس جميل وفي مسند جلد هنا، فخلى السكوتر اوسع شويه، لو راكب حد وراك هيبقى الموضوع الطف بشكل كبير جدا. السكوتر ما حصلش اي تعديل فيه على اي حاجه تانية، نفس السكوتر بنفس المنظومه بتاعت الفرامل، بتاع كل الاعتماديه. الالوان بتاعته عندك في لون اسود، عندك لون ابيض، عندك هنا لون كحلي. النقطه الحلوه ان البوكسات بتيجي بالوان السكوترات، فمش حاطين بوكس على كل السكوترات عشان يخلوا الشكل شكله احلى. طبعا السكوتر من السكوترات اللي هي الاقتصاديه، الكرسي بتاعه كرسي ظريف، مفيش اي تعديلات في اي حاجه هنا من المقابض، هو نفس المقابض، علامه اس او ام اللي بتنور الظريفه. السكوتر ده من السكوترات اللي نازل له تعديل سكرينه، بتبقى اكبر شويه فبتبقى عمليه. فهو واحد من السكوترات الظريفه قوي، يعني ممكن يكون يعني اعلى حاجه في اس او ام قبل ما تبقى تدخل على ماكسي سكوتر او السكوترات اللي هي بقى ايه، تبريد ميه 300 سي سي ولا حاجه. طبعا ده بيجي انجكشن او كربيراتير تبريد هواء، مفيش تبريد ايه ميه في الفئه دي. السؤال بقى هنا، هل هو ينافس النهارده ولا لا؟ بصراحه كون ان هو اس ام واعتمادي، ده 50% من ترشيحك لاي سكوتر، والباقي ان السكوتر ما شاء الله بقى فيه كل المواصفات اللي ممكن تبقى في اي سكوتر تاني، من بصمه لشاشه ديجيتال، اضاءه ال اي دي، فبصراحه ما بقاش ناقصه اي حاجه. وتسعيره 102,000، فمنطقي شويه بالنسبه لمنتج تايواني اعتمادي. اعاده بيعه هتكون كويسه. قولوا لنا في التعليقات ايه رايكم، وهل لو معاك 102 ممكن يكون قدامك خيار تاني بتفكر فيه ولا لا؟ قولوا في الكومنتات تحت.